السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. هذه طفلة ولا ايش؟ لا عمري 15 سنة. 15. تفضلي يا أختي. عندي سؤال كده، أنا كنت بحفظ في القرآن، فلما جيت أحفظ الصفحة دي ما فهمت يعني إنه الآية إن الله يخشى من عباده العلماء، كيف يعني إنه الله يخاف ولا؟ أحسنتي، سؤال ممتاز جدا. افتحي الآن المصحف. مفتوح أمامك المصحف الآن؟ قاعد أفتح فيه. يلا افتحي على سورة فاطر. هذه الناس اللي يعني أنا أحب مثل هذه الأسئلة، أن يتدبروا القرآن الكريم ليعرفوا الأمر. معلش يا شيخ، نسيت الصفحة كانت كم؟ والله هي سورة فاطر، لكن بالصفحات لا أحفظ. دقيقة، قاعدة في الآية كم؟ هي تقريبا الآية 28. هي تقريبا، شوفي الآية 28. أيوه 28. نعم صح. طيب شوفي كلمة، هذه هي المسألة هنا. يا اسمك ميسون أنت صح؟ نعم يا أخت ميسون، هنا المسألة تتعلق بلغة عربية. تمام؟ ركزي كلمة إنما يخشى. الآية ماذا قالت؟ الله، صح؟ نعم. يعني الهاء ماذا عليها؟ فتحة. نعم. طيب ومن عباده العلماء. نعم. الهمزة عليها ضمة، صح؟ نعم. معناته هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن العلماء هم الذين يخشون الله. العلماء هم الذين يخشون الله. ليش؟ لأن من الفاعل هنا؟ لو تعرفي في اللغة العربية من الفاعل؟ الفاعل دائما يكون إيش؟ مرفوع ولا منصوب؟ الفاعل. إيه، أنت تدرسي في اللغة العربية نحو ولا لا؟ لا أنا طيب. ما درست في دولة عربية عشان كده. لا، العلماء هنا الهمزة تعرف الضمة والكسرة والفتحة، صح؟ نعم. لما تكون عليها ضمة معناتها هذا فاعل، معناتها اللي خايف هم العلماء، اللي خاشين هم العلماء. وكلمة الله عليها فتحة، معناتها العلماء هم اللي بيخافوا من الله. بس هنا صار تقديم وتأخير. زي ما نقول مثلا، فرضنا مثلا، خلينا نقول خاف الأسد الإنسان. خاف الأسد الإنسان. نعم. معناتها من اللي خاف من الثاني؟ الأسد. هنا معنى هو واقعا هذا ما يصيرش، بس أضرب لك مثال. خاف الأسد الإنسان. نعم. أو مثلا لو عكسناها، خاف الإنسان الأسد. من اللي خاف هنا؟ الإنسان. نعم. لأن يعني تبعي أنت الحركة اللي على الحرف الأخير، اللي عليه الضمة هو اللي خايف، هو